في الجزء الأول رأينا أن الرجل الريفي بعد أن تعطل تراكتوره لجأ إلى الغار، وهناك وجد جثث أطفال وولدا صغيرا كان مفقودا. وعندما حاول إخراج الطفل من الغار بدأت الأحداث تتصاعد. بعد أن رجعت ونظرت إلى مدخل الغار رأيت مخلوقا يشبه الظل. رغم خوفي أمسكت الخنجر بقوة وتقدمت نحوه. كان جالسا قرب النار التي أشعلتها وكانت على وشك أن تنطفئ، والمكان مظلم ولا أرى إلا شكلا أسود. صوت المطر الذي كان يريحني دائما صار في تلك اللحظة يزيد خوفي. قلت له: من أنت؟ فالتفتت وفوجئت بأنها امرأة بملامح قاسية ومخيفة. قلت لها: ابتعدي عن طريقي وإلا سأؤذيك. ردت بصوت غليظ: أشعر برائحة خوفك. انصدمت وشعرت أن خوفي تضاعف. كانت نفس المرأة التي ظهرت لي قبل أيام بين النوم واليقظة. شعرت بدوار وارتجاف. فجأة صرخت بصوت مرعب وقالت: أنتم البشر نصيبي، وأنت وابنك عثمان من نصيبي. ثم أمسكت بقطعة ملابس وعرفت أنها ملابس عثمان ابني، وبدأت تقرأ طلاسم وتذكر اسم ابني واسم زوجتي، وأنا أصرخ وأقول: يا رب يا رب. بعدها صرخت صرخة قوية وفقدت الوعي. فتحت عيني ووجدت نفسي مرميا بجانب التراكتور مبللا ومغطى بالوحل، وكان الوقت قريب الفجر. لم أعرف إن كان ما رأيته حقيقة أم حلما. تركت التراكتور وركضت نحو أقرب قرية تبعد حوالي نصف ساعة. رغم تعبي بدأت أصرخ عندما وصلت وتجمع الناس حولي. قلت: أنا أعرف ماذا حدث للأطفال المفقودين. سألوني كيف أعرف، فقلت: رأيت جثثهم والولد المفقود موجود داخل الغار. جلست من التعب وأرسلوا شخصا ليخبر والدي. عندما وصل رويت لهم ما حدث خلال ليلتين، وخرج جمع من الناس معنا إلى الغار. قلت: الجثث بالداخل. دخلوا وقالوا: لا يوجد شيء. ركضت أبحث في الغار فلم أجد الطفل ولا الجثث. صرخت: هو أخذهم، أخذ كل شيء. نظر الناس إلي كأني فقدت عقلي. رأيت رماد النار التي أشعلتها بالأمس، فقلت: إنني أشعلتها في الليلة الماضية. تقدم رجل مسن ولمس الرماد وقال إنه ما زال دافئا. ارتحت قليلا، لكن أحد الرجال قال إن إشاعتي جمعت الناس من كل القرى. بدأ الناس يعودون وكنت أسمعهم يقولون إنني مصاب بمس. والدي أمسكني وقال بغضب: أحرجتنا، تعال نعود قبل أن تحصل مشكلة. عدنا للقرية فوجدت سيارات الشرطة أمام بيتي، فالخبر انتشر والناس بلغوا الشرطة. أخذوني للمركز وحققوا معي أياما، وكل يوم أكرر نفس الكلام، وبعد ذلك أطلقوا سراحي. عدت للبيت والناس ينظرون إلي كأني مجنون. ركض عثمان ابني نحوي وعانقني، فتذكرت الملابس التي كانت بيد تلك المرأة. سألت زوجتي عن القميص الأصفر الذي اشتريته لعثمان. بحثت ولم تجده. بحثنا في البيت كله ولم نعثر عليه. بدأ الخوف يعود لي، وبعد ساعات من التوتر فقدت الوعي. عندما استيقظت وجدت الناس حولي يبكون. قالوا إنني أصبت بنوبة، ومن تلك الليلة بدأت تأتيني نوبات كل ليلة، وزرت أطباء كثيرين ولم يتحسن حالي. ولما سمعت أنكم وصلتم إلى قريتنا جئت فورا. أنهى الرجل كلامه، وعرفت أن ابنه عثمان أيضا تغير بعد تلك الليلة وصار عصبيا ويتكلم بكلام غير مفهوم. وقال الأطباء إنه يعاني من اضطراب نفسي. كتبت للرجل دعاء وتعالج، لكن حالة ابنه لم تتحسن. وبهذا نصل إلى نهاية الفيديو. نتمنى أن تكون القصة أعجبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالإعجاب.